بابي في الله، موضوعنا النهارده جميل، والموضوع ده مهم لكل الناس. الموضوع بتاعنا النهارده هو سحر التفريق، حيث أن هذا الموضوع انتشر في الآونة الأخيرة، وبيحدث تفريق ما بين الرجال ونسائهم بسبب هذا السحر اللعين والعياذ بالله. هذا السحر وارد بالقرآن ووارد بالسنة، وهنذكر الأعراض وهنذكر كل حاجة هتخص الموضوع دوت في هذه الحلقة. فاللي هيسمع الحلقة يريد يسمعها من أولها لآخرها علشان يستفيد منها، سواء رجال أو نساء أو فتيات أيضا أو شباب بأمر الله تعالى. سحر التفريق ورد في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. ده بالنسبة للدليل من القرآن. طب إيه الدليل من السنة؟ ورد عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء. إبليس عليه لعنة الله يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني أكثر شخص مقرب ليه اللي هو أعظم فتنة لمين؟ للبشر. أدناهم منزلة أعظمهم فتنة. فيأتي أحد جنود إبليس فيقول: فعلت كذا وكذا. بيخبر مين؟ إبليس. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول إبليس عليه لعنة الله فيدنيه منه، يقرب منه ويقول: إيه؟ نعم أنت، نعم أنت، يعني أنت اللي أصبت تفريقة ما بين الرجل وزوجته. وهذا يعني حديث نبوي شريف. يبقى إذن سحر التفريق وارد بالكتاب وارد بالسنة. طب إيه هو سحر التفريق؟ عايزين نعرفه. هو عمل السحر للتفريق ما بين الزوجين أو لبث البغض والكراهة بين الصديقين أو الشريكين. طب ليه أنواع؟ ليه أنواع عديدة. سحر التفريق ده ليه أنواع عديدة. إيه الأنواع بتاعت سحر التفريق؟ صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنواع سحر التفريق: أولا التفريق بين الرجل وأمه. في ناس بتسعى بالتفريق ما بين الرجل ووالدته. النوع الثاني التفريق ما بين الرجل وأبيه. النوع الثالث تفريق بين الرجل وأخيه. النوع الرابع التفريق ما بين الرجل وصديقه. النوع الخامس التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة أو غيرها. أما السادس وهو التفريق بين الرجل وزوجته، وهذا النوع أخطر الأنواع وأكثرها انتشارا. طب في أعراض بتدل على سحر التفريق؟ أيوة، في أعراض بتدل على سحر التفريق. إيه هي الأعراض بتاعت سحر التفريق؟ أولا انقلاب الأحوال فجأة. انقلاب الأحوال فجأة، من حب إلى بغض. من حب لبغض. تلاقي إيه؟ الزوجة كانت بتحب زوجها أصبحت دلوقتي مش طايقاه، وكذلك الزوج. الأمر الثاني كثرة الشكوك بينهما، هو بيشك فيها وهي بتشك فيه. الأمر الثالث عدم التماس الأعذار. مفيش واحد فيهم بيلتمس العذر للتاني، لا المرأة ملتمسة العذر للزوجة ولا الزوج ملتمس العذر لزوجته. أيضا الرابع تعظيم أسباب الخلاف وإن كانت حقيرة. يعني الخلاف على أتفه الأسباب، من أقل شيء تكون مشكلة ويتشاكل على حاجة تافهة، حاجة حقيرة. وأيضا الأمر الخامس قلب صورة الرجل في عين زوجته وقلب صورة الزوجة في عين زوجها. هو شايفها وحشة وهي شايفها إيه؟ بشكل قبيح. تمام؟ الرجل
يرى زوجته في منظر قبيح وإن كانت من أجمل النساء، يعني كانت جميلة جدا وصاحب الجمال فائق، هو بيشوفها بمنظر قبيح وهي كذلك تراه في منظر قبيح. طب إيه السبب؟ الحقيقة أن الشيطان هو الذي اللي هو موكل بالسحر، هو الذي يتصور على وجه الزوجة فيجعلها قبيحة. تمام؟ والمرأة ترى زوجها في منظر مخيف ومرعب برضه، والشيطان هو اللي بيعمل كده. الأمر السادس كراهية المسحور. كراهية المسحور لكل عمل يقوم به الطرف الآخر. يعني المرأة أي حاجة يعملها زوجها مش لاذع عليها ومش عاجبها، والرجل برضه أي حاجة تعملها مراته سواء أكل شرب جهاز فرش في البيت أو توضيب بعض الأغراض مش لادد عليه برضه. يعني كل واحد فيهم بيكره الحاجة اللي بيعملها الطرف الثاني. أيضا الأمر السابع من ضمن الأعراض كراهية المسحور المكان الذي يجلس فيه الطرف الآخر. يعني المرأة تكره أنها تقعد مع جوزها طالما هو قاعد مش عايز تقعد جنبه، الزوج كذلك هي قاعدة مش عايز تقعد جنبه، فتلاقي الأمر الزوج وهو خارج البيت الأمر مختلف تماما. هو خارج البيت في حالة نفسية ممتازة وجيدة، أول ما يدخل البيت تلاقي شعر بضيق، ضيق نفسي شديد، وحس كده بإيه إنه هو يعني كأنه في جمر. وأيضا الزوجة أول ما يدخل الزوج هي كانت قبل ما يجي ممتازة وكويسة وبتضحك وبتهزر، أول ما يجي تتنكد ويحصل لها انقباض في الصدر وضيق وتلاقيها إيه اختلفت أحوالها. وسبب التفريق ما بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك من الأسباب اللي هي المقتضية للفرقة. تمام؟ طب سحر التفريق ده بيحدث إزاي يعني؟ أولا بيذهب شخص ملعون إلى الساحر أيضا ملعون، سواء رجل أو امرأة كلاهما. يعني لو كان اللي راح يعمل السحر ده رجل أو امرأة، وإن كان الساحر رجل أو امرأة عليهم لعنة الله، بيذهبوا علشان التفريق ما بين فلان وزوجته، بين رجل ومراته، فبيطلبوا من الساحر أو الساحر أن يعطيهم إيه؟ بيطلب منهم الساحر اسم الراجل اللي هو عايزين السحر، واسم مراته واسم الأم، ويطلب منهم أثر من الآثار سواء شعره أو ثوب أو أي شيء، قطعة من فستان، قطعة من عباية، قطعة من ملابس داخلية سواء للرجل أو المرأة أو شعر، أي حاجة من هذا إيه القبيل. فلو ما لقيش الأثر بيعمل إيه؟ بيعملوا علامات، يعملوا علامات، وبيؤمر الشخص اللي رايح يعمل السحر انه يكبه في او يسكبه في طريق الشخص اللي هو عايز يعمل له ايه؟ يعمل له السحر. اول ما بيتخطاه الشخص يصاب بالسحر، او يأمر ان يضعوا له في طعام او شراب. لذلك بتلاقي في ناس بتاكل سحر مأكول، في سحر مشروب، وفي سحر مرشوش بيتخطى. كل هذه من تبع انواع السحر. طب ايه العلاج؟ العلاج طبعا في كتاب الله. العلاج ان احنا لا نذهب للسحرة ولا مشعوذين، وانما احنا نقدر نتعالج من غير ما نروح لاي حد. اولا المحافظة على الصلاة في اوقاتها، المحافظة على اذكار الصباح والمساء، ايضا تشغيل سورة البقرة مرة في البيت يوميا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن سورة البقرة فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثم نستمع للرقية الشرعية. الرقية الشرعية لأي شيخ سواء نسمعها لي أو لأي حد، نستمع الرقية الشرعية الكاملة 3 مرات يوميا. تمام؟ وهنستمر على هذا الأمر 7 أيام، وهنحضر كيلو ملح أبيض خشن اللي هو الملح البحر، الملح الرشيدي بالنسبة للمصريين، والملح البحر اللي هو الخشن اللي هو الدروس بالنسبة لإخواننا العرب. تمام؟ بنأتي بعد شروق الشمس، بعد ما تطلع الشمس بربع ساعة، وناخد حبة في إيدنا كده ونروح رشين الشقة كلها ما عدا الحمام ما نرشش فيه. وهنكرر العملية دي قبل غروب الشمس بربع ساعة لمدة 7 أيام. خلال ال7 أيام دي بأمر الله الواحد الأحد السحر هينفك
من الرجل وزوجته، وتعود الحياة كما كانت لطبيعتها بأمر الله. وهذا ما يشمله موضوع سحر التفريق.